تعال أقولك إزاي تحول صورة الكعبة دي للمجسم المبهر ده، أو صورة البرج اللي قدامك لشكل احترافي يخطف العين. ومش بس كده، لا، إحنا كمان هنخليها تتحرك قدامك بالشكل ده. تخيل إنك تقدر تعمل كل ده في ثواني. تحياتي وسلامي ليكم جميعاً. معاكم أخوكم أبو حمزة. يلا بينا نشوف مع بعض هنعمل السحر ده إزاي خطوة بخطوة. أول حاجة هتروح تختار الصورة اللي هتطبق عليها التأثير أو البرومبت. خلينا نطبق على صورة الكعبة. أنا اخترت الصورة دي علشان فيها صورة الكعبة مع برج الساعة في الخلفية. هنسخ الصورة واروح على موقع arena.ai الغني عن التعريف طبعا. هنشتغل على موديل نانو بنانا 2 مع موديل تشات ايمج 2. بضيف الصورة، بعدين بروح أجيب البرومبت اللي قدامكم ده، وهو ببساطة بيعيد بناء العنصر الأساسي في الصورة وبيحوله كنموذج ثلاثي الأبعاد مصغر عالي التفاصيل مع الحفاظ على الشكل الأصلي وعزل الخلفية تماما. لو محتاج البرومبت سيب لي في التعليقات وأنا هبعت لك بنفس الترتيب بتاعه. بنسخه، بعدين بروح أضيفه في الموقع وانتظر النتائج. شايفين كده النتيجة؟ آخر جمال. عمل عزل كامل للكعبة مع برج الساعة وحولهم لمجسم 3D. الحاجات اللي زي كده لما بتضيفها لأي تصميم بتحوله 360 درجة. هنا موديل تشات ايمج 2 عمل عزل لصورة الكعبة فقط، الظاهر عدت عليه الحتة دي. طب تعالوا نختار صورة غيرها ونشوف. هنختار مثلا صورة للأهرامات. بنسخ الصورة زي اللي قبلها، بعدين بروح أضيفها على الموقع وبطلع بنسخ البرومبت زي ما هو بدون تغيير وأضيفه مع الصورة وانتظر شوية النتائج. شايفين يا جماعة الجمال؟ من غير برامج ولا ريندر ولا غيره. ده كمان عمل السياح اللي في الصورة موجودين في الصورة الحقيقية. الراجل ما نساهمش اللي يبارك له. أيوة كده بقى، شكل موديل تشات ايمج 2 بدأ يفوق أهو ويطلع إبداعاته. طب تعالوا نجرب على حاجة كمان. هنختار صورة لبرج خليفة مثلا. هنسخ الصورة بالشكل ده، بعدين بروح أضيفها على الموقع وانسخ نفس البرومبت مع الصورة وانتظر شوية النتائج. موديل تشات ايمج 2 مازال بيبهرنا بالنتائج بتاعته الصريحة، جودة وتفاصيل وروقان عالي. وكمان موديل نانو بنانا 2 عامل حاجة جامدة كمان علشان ما يزعلش، بس هو غير شوية في ألوان البرج، أو النور كان فاصل أعتقد. طب تعالوا نرفع الليفل شوية ونحرك أي صورة منهم. هختار صورة الكعبة المشرفة، بحملها وبعدين بروح على موقع جوجل فيدز. بتقدر تعمل منه فيديوهات غير محدودة بموديل فيو 3.1 بشكل مجاني. هسيب لكم الرابط بتاعه في الوصف أسفل الفيديو. هتروح على كلمة فيو من الجنب، هتلاقي عندك خيارين: إما إنشاء فيديو من الصفر يعني من غير أي صور، أو إضافة التأثيرات والحركة على صورة محددة، وده اللي احنا محتاجينه. هتضيف الصورة اللي حملناها، بعدين بروح أضيف البرومبت ده وهو بيحول الصورة إلى حركة موشن بسيطة. لو أنت محتاجه ابعت لي في التعليقات. وبضيف البرومبت هنا واضغط على كلمة إنشاء وانتظر شوية لحد ما يحمل. بضغط على الفيديو علشان يظهر عندي في الارت بورد. تقريبا هي دي الحركة اللي محتاجها، حركة بسيطة للكاميرا كده وخلاص. تقدر تحمله بعدين بكل سهولة. وفي النهاية أتمنى إن الدرس يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم والاشتراك، ولو محتاج البرومبت ابعت لي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.